السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم امارات؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى اقول لكم طريقتي في تخزين الفاصوليا الخضراء. اولا الفاصوليا الخضراء اليومين دول حلوة جدا جدا جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انتوا بتقطعوها بالشكل اللي انتوا عايزينه. انا بقطعها ايه بالشكل دوت. بجيب كمية على بعضها. وبصوا لازم تبقى ايه، تحسيها صاحية كده وصابحة. بصي، او لما تقطعيها بايديكي كده تلاقيها بتتقطع وبتعمل صوت معاكي كده. دي بتبقى جميلة قوي الصراحة. يعني انا بقطعها زي ما انتوا شايفين كده. وبعمل ايه بقى؟ مش بعملها الصراحة زي اي خضار تاني، لا انا دي بعمل لها الصلصة بتاعتها كأني بطبخها عادي خالص. تمام. سوري معلش. كأني بطبخها عادي خالص. بس بسويها يعني ايه، قولي 80% مثلا 70%. وبعمل ايه، وبعد كده بشيلها في اكياس. بصراحة بتسهل لي وقت اساسا. لو انا اي يوم مش قادرة اطبخ، مش قادرة اقف اعمل اي حاجة، بطلع كيس يا دوبك اعمل له طشة تومة كده صغيرة وخلاص على كده. وفي نفس الوقت بتبقى طعمها حلو وصابح وكأنك لسه عاملاها. انا جربت طرق كتير صراحة، ما عجبتنيش. بصراحة دي احسن طريقة. دي احسن طريقة معايا الصراحة. عملتها وظبطت معايا. وفي نفس الوقت ايه، وفرت لي وقت ومجهود كتير الصراحة. يعني هي بتعمل معايا اكلات كتير، اكياس كتير. واطلعها في اي وقت انا مش عايزه اطبخ. ممكن اعمل جنبها لحمه، جنبها فراخ، ايا كان اللي انا هعمله. ممكن ما اعملش حاجه خالص واعمل جنبها شويه رز و... وخلاص على كده، معاها شويه مخلل، شويه سلطه زي ما انا عايزه. بصوا انا جبت الحله وعملت فيها بصل على قد طبعا الكميه اللي انا عاملاها. انا مش هحدد هنا قد ايه، لان كل حد هيعمل كميه على حسب ما هو عايز يعني. وبعد كده هجيب بقى الطماطم بتاعتي. بصوا الطماطم عامله ازاي، بصوا حمرا ازاي وجميله ازاي. دي زي ما انا كنت موريها لكم قبل كده. انا بعملها وبحط عليها بنجر. طبعا بيرفع قيمتها الغذائيه جدا وبيديها كمان لون تحفه يعني. هسيبها بقى او زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هحط بقى، بصوا انا مش بسيب الطماطم تتسبك، لا انا بحط معاها الفاصوليا واسيبهم مع بعض يستووا، علشان الخضار بتاعنا ما يبقاش تقيل ويبقى مسبك قوي ويبقى تقيل على معدتنا يعني. هسيبها بقى مع بعض كده، ايه، ياخدوا ويدوا مع بعض كده. تمام. و... ويستووا. بص انا حطيت عليها مرقة دجاج طبعا وملح وفلفل اسود. لو عايزه تحطي شطه، لو عايزه تحطي قرن فلفل اخضر كده كمان بيديها، بيبقى تحفه يعني. هسيبها بقى لما تاخد سوا حوالي ايه 70% كده. تمام. وبعد كده هسيبها تبرد خالص واعبيها في اكياس على حسب الاكله بتاعتي. انا مثلا بحتاج مثلا للغدا هو طبق واحد او طبقين، على حسب ما انتي ايه الكميه اللي انتي عايزاها. زي ما انتوا شايفين هي كده ايه. زي ما بقول لكم اخدت ايه السوا اللي انا عايزاه حوالي 70% كده. هطفي عليها وهسيبها بقى تبرد خالص. وبعد كده هعبيها في الاكياس بتاعتي وهشيلها في التلاجة. لما اجي اطلعها هسيبها تفك خالص واحطها في الحلة بتاعتي وهعمل لها طشة تومة بسمنة بلد، معلقة سمنة بلدي كده، واحطها عليها. عارفة، تحفة 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 وسريعة وبتوفر عليكي وقت كتير وبتعمل لك كمية حلوة جدا. و... وفي نفس الوقت كأنك لسه عاملاها. يعني هي مش ما تحسيش ان هي متخزنه ولا اي حاجه، لا 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 خالص. كأنك لسه طبخاها دلوقتي، لسه جايباها وطبخاها. وفرت عليكي وقت، انت عملتي الكميه دي كلها في مره واحده وخلاص على كده. بصوا بقى تعمل لك اكياس على حسب ايه ما انت عايزه الكميه بتاعتك. جربوها وهتعجبكم قوي قوي بجد والله. آه، وربنا يسهل بقى نشوف ايه ممكن تاني نخزنه واقول لكم عليه.